طيب بص كده يا قلب اخوك، دي كده الرساله اللي هتوصل لك بعد ما رقمك يتفك. تمام، بعد ما انت هتبعت للجميل وتبعت لهم الاكواد اللي انا هشرح لك عليها دلوقتي بكل حاجه بالخطوات اللي انا هقول لك عليها، لازم تطبقها. تمام، لازم تعمل كل اللي انا هقول لك عليه بالحرف الواحد. غير كده انسى ان انت تفك رقمك. تمام، وهتقعد بالاسبوعين والتلاته تحاول فيه، وفي الاخر هتقعد لحد ما يعمل حذف حساب عشان يتفك. فانت ركز معايا. طبعا هنا الشركه رد عليه بيقول لك ايه: مرحبا، شكرا على رسالتك. رصد نظامنا نشاطا حسابا باعتباره ينتهك شروط الخدمة لدينا، وتم حظر رقمك وانطلاقا من تقديرنا المستخدمين فإننا نعتذر عن أي لبس إزعاج قد يكون نتج عن هذا. بعد مراجعة نشاط حسابك أزلنا الحظر عنه، يمكنك الآن الوصول إلى واتساب واستخدامه. وكخطوة ثانية فإنها فسيبك من ده كله إلخ إلخ يعني. فأنت إيه، سيبنا ده كله. تعالى بوريك حاجة. شوف هنا لو الشركة كانت رد عليا بإيه. كانت رد عليا بإيه: مرحبا، رصد نظامنا أن نشاط حسابك ينتهك شروط الخدمة لدينا، وحظر رقمك هاتفك وسيظل هاتفك محظورا نتيجة هذا الانتهاك. طيب يعني ايه الكلام ده يا تايجر؟ ده كده رقمك طاري انتهاك مشدد. تمام، انا شايف هنا فوق اهو، فكيته قدامك اهو. تمام، زي ما هوريك دلوقتي، ثواني. شايف الرقم اهو كان محظور اهو وبعديها اتفك. ده كان طير انتهاك مشدد عيار تقيل. تمام، وطبعا في ارقام برضو، الكود اللي انا هشرحك بيه ده بيفك برضو المعدل اللي بتاع ده المعدل، وفي نفس الوقت لو انت عملت طلب مراجعة ورقمك طار هيتفك برضو معاك. تمام، شايف اهو، دي كلها ارقام فكاكة. دول مفكوكين من الجميل، دول كده انا فكهم من الجميل، وده انا فكه من طلب المراجعة بالاكواد. بس كده، ركز معايا في الفيديو. انزل اعمل الاشتراك كده للقناة، واعمل لايك للفيديو. متنساش تصلي على النبي، واهم حاجة متنساش تكتب كده كومنت شبكة جميل. انزل بالانترو يا ابني عشان نشرح لهم. Papa bear forget my 44 about the just an hour. Papa bear forget my 44 about the just. Papa bear forget. Lay me down, 'cause you know this, 'cause you know this. Middle of the night, in the middle of the night, just call my name, I'm yours to save. In the middle of the night. 領域展開 طيب طبعا يا اخواتي، انا لحد الان مكمل في السلسله بتاع فك حظر ارقام الواتساب دي، بسبب ان في كتير لحد الان الارقام بتاعته بتتحظر، وبيروح هنا وهنا ويكلم ده ويكلم ده ويقول له هات مقابل، وفي الاخر بينصب عليهم. تمام، فاحنا نسيبنا من ده كله وبلاش نجيب الحوارات دي دلوقتي في الفيديو بتاعنا. فانت صلي بقى على النبي. اهم حاجه الجيميل ده عندك يكون متحدث للاخر، وهتجيب واتساب الاعمال. تمام، اللي هو واتساب بيزنس. الجيميل ده تكون محدثه اخر اصدار من متجر بليه. واتساب برضو الاعمال كذلك الامر. طبعا انت هتركز بقى معايا، انت هتعمل جيميل جديد ما يكونش انت كلمت منه الشركه قبل كده. جيميل ايه جديد؟ هتعمله بتاريخ 1990 او 1900 وحاجه. تمام، اعمله في التسعينات. وطبعا ايه بقى، الجيميل لازم زي ما قلت لك كده يكون جديد اهو، زي ما انت شايف كده اهو. بص، ده الجيميل طبعا فاكك منه الرقم. شوف فاكك منه كام رقم. دول تلاتة يعني. شايف كانوا ردين عليا ان هو انتهاك الاول بعدها فكته. تمام، طبعا ثواني اوريك بقى حاجه. طيب يا اخواتي، انا هنا كده كنت بجيب رقم محظور تمام عشان اصور عليه ونفك الرقم. تمام، ركز بقى معايا كده. ثواني بس كده. تخش كده على الواتساب، لصق التالي. الرقم قدامك ايه: لا يمكن استخدام واتساب حاليا لان هذا المحتوى يخالف سياستنا التجاريه. فريق الدعم عرض السياسه. طبعا في ناس بقى تيجي تقول لك الرقم ده طاير سياسه. لا، هو مش طاير سياسه يا اسطى. انت لما دلوقتي بسبب اخر تحديث للواتساب، اي رقم بتيجي تشوفه محظور او مش محظور على الواتساب العمال هيجيب لك نفس الرساله دي، نفس دي بالظبط كده. فاتح بقى على، كان فاتح على ماسنجر او على اعمال اي حاجه، هيجي لك نفس المسج ده. تمام، ما تخليش حد يهبد عليك. طيب بص بقى كده. طبعا احنا خدنا الرقم اهو. هتيجي كده بقى الكود اللي انا هسيبه لك تحت في الديسكريبشن، اللي هو الوصف يعني، اللي هو الكود ده. تمام، دي كده اكواد تبع الشركه. تمام، دي كده ايه الجيميلات اللي تبع الشركه. فانت هتنزل كده تحت، شوف الكود ده. شوف بقى كده الزائد 2 ده، انت هتحط جنبيها الرقم بتاعك اهو كده، هتكتبه كده. ثواني ثواني بس كده، عشان انت شايف الزائد ده، انت لازم تكتب مثلا انت من دولة مصر، يبقى ايه زائد 2، وتكتب بعديها ايه الرقم بتاعك اللي هو احنا هنحطه دلوقتي ده. شايف؟ حطه بنفس التكتيك ده كده. ثواني بس كده.
اه شايف، انت لازم تحطه بنفس التكنيك ده كده بالظبط، وهتاخده كده كوبي كده تاني، تنزل تحت خالص للكود التاني ده كده. ركز بقى معايا في الحتة دي. تعمل كده، تمسح ده برضو كده، خلاص، وتحط طبعا الزائد. طيب ماشي. طب انت دلوقتي هتقول لي يا تايجر انت حاطط لي كل الجيميلات دي، انا عايزك تاخد بس كده ايه، الجيميل ده نسخ كده، والجيميل اللي تحتيه ده، وطبعا الجيميل اللي هو الاخراني اللي هو ده بتاع الاعمال ده، انت كده او كده اصلا انت ايه، لما تيجي اوريك دلوقتي انت هتعمل ايه، هتفهم الدنيا، وهتروح واخد كده الكود بتاعنا الاولاني ده كده نسخ، نسخ كده اهم حاجه بالرقم، وهتيجي طبعا على واتساب الاعمال، وهتدوس بقى هنا كده على فريق الدعم، وبعديها تعمل هنا كده هتحط الكود اللي احنا لسه ناسخينه بالرقم كده، وهتدوس التالي، هتدوس هذا، ثواني، وبعدها تدوس على ايه، هذا لا يجيب عن سؤالي، اللي هي تحت خالص خضرا دي، تعمل كده. وطبعا يعني هتختار الجيميل اللي انت تبعت منه ده، اهو كده على الجيميل كده، هو حط الكود بالرقم تلقائي. طب هنيجي كده جنب كلمة إلى، وهتحط ايه الجيميلات اللي احنا خدناها ناس، طبعا انت حابب تاخد الجيميلات التانية برضو حطها تمام، بس انا عامة ببعت لدول دايما علشان دول ايه، يعني الشركة بتبقى دايما بترد عليهم بسرعة جامد. وطبعا ده كله كده زي ما انت شايف، شوف بقى علامة الارسال اللي فوق على الشمال دي، هتضغط عليها، ركز بقى معايا في الحتة دي، ولازم تشترك في القناة عشان الاكواد دي تشتغل معاك، غير كده انسى. تعمل كده التاني، ثواني بقى كده كده احنا بعتنا ايه، اول كود للجيميل، تمام. ثواني بقى كده، كده احنا بعتنا ايه يا اخواتي، اول كود للجيميل. هتيجي بقى كده الكود التاني برضو كذلك الامر كده اهو، وهتنزل خالص كده بيه تحت، تنسخ كل الكود كده. طبعا دي ثغرة محدش يعرفها، بس انا قلت لازم اوريها لاخواتي طبعا، علشان ايه، ناس كتير منكم الارقام بتاعتها محظورة، وانا بصراحة محبش اتأخر عندكم بحاجة. كده هو، وهتدوس بعدها فرقة دعم، تعمل كده. طبعا هنا كده الاتنين دي ناقص منها الزائد اللي جنبها دي، تعمل كده، والتالي كذلك الامر. اهم حاجه يكون جيميل جديد محدث، الجيميل بتاعك يكون بتاريخ 1990 او 1998، اي حاجه عامه في التسعينات، وهكذا. وهتعمل برضو ايه، ارسال. طيب تمام كده، ثواني نخش نشوف الاكواد اتبعتت ولا لا. كده الاكواد اتبعتت، ثواني اهو، كده الاتنين بيبقى جاري الارسال وجاري الارسال، كده الاتنين يعتبر اتبعتوا. طبعا كده انت رقمك خلال 3 ساعات هيتفك، ده الكلام ده لو طاير انتهاك عادي، تمام. طاير انتهاك مشدد بالكتير قوي، بالكتير قوي 6 ساعات. ولو انت رقمك طاير اللي هو عادي ضغط ده، انت مسافة ما هتبعت اصلا للشركة وتعمل ريفريش زي ما انا بعمل كده، هتلاقي مرد عليك بالرسالة اللي انا وريتها لك بالظبط دي. شوف هيرد عليك كده، مرحبا، شكرا على رسالة نحن مدركون لعدم إمكانية استعمال واتساب في الوقت الحالي، نتمنى عليك التحلي بالصبر وهنجيب على سؤالك وهكذا، تمام. وبعدها يرد عليك بدي، بعدها بشوية هيرد عليك ايه بدي، اللي هو بالفك الحظر بتاع الواتساب بتاعك. ثواني عشان كده رد علينا اهم، ثواني هوريك. ترجمة إلى العربية هيقول لك دلوقتي أشكركم على الاتصال بنا، نحن نرجو إنك تعرف استئناف حظر الواتساب. دي برضو الرسالة دي برضو هيرد عليك، كويس إن هي جت الرسالة دي، تمام. بس كده هما كده يعني في خلال ال3 ساعات هيردوا عليك، ده كده على أول بتاعك. انت ممكن بقى تعمل عشان ترد عليك بسرعة، هنا كده هو زي ما انت بتقول كده بيعمل ايه، طعن، تمام. او ان انت تروح تعمل طعن. طب انت اصلا جايب لك في البروسات تسجيل رقم جديد، ازاي تعمل؟ فانت تنزل تحت خالص كده، تعمل الرد على الكل، وتحط لهم اول كود اللي هو احنا كنا ناسخينه خالص، اللي هو الاولاني ده، اللي هو ده، اهم حاجة بالرقم بتاعك، وهتعمل ايه، ارسال. تم الارسال، كده انت يعتبر عملت طعن بس مش جميل، لان انت مش هتعرف تعمل من الواتساب. بس كده يا اخواتي يكون شرحنا كده انت، والرقم ده ان شاء الله 3 ساعات بالكتير وهيكون ايه، اتفك. طبعا بقى يعني ما تنساش تعمل شير لغيرك عشان كله يستفاد وهكذا يعني. ويلا احنا مسا عليكم يا اخواتي، اشوفكم في الفيديو الجاي.